الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حبايبي. أنا هدخل في الموضوع على طول عشان عارفة إن مفيش حد بيتفرج عليا ولا بيشوف القناة بتاعتي. هنعمل النهاردة طبخة حلوة قوي، اللي ما بيحبهاش هيحبها إن شاء الله ولو ولادكم ما بيحبوهاش، لا أكتر الولاد ما بيحبوهاش هيحبوها إن شاء الله في الوصفة دي. هتجيبي بقى نعمل كوسة بالبشاميل. هتجيبي جيبي بقى الكوسة وقشريها وقطعيها حلقات كده، وبعدين حمريها شوحيها في معلقه سمنه في الطاسه على النار. اديها بس لسعه كده، اديها وش كده لسعه كده. مش تحميره او تستوي، لا لسعه بس كده بسيطه خالص. بعد كده بقى تركنها على جنب، وبعد كده تجيبي بقى الطاسه برضو في نفس الطاسه في نفس المقلايه دي. تجيبي بصلايه حلوه كده، وتقطعها شرايح اللي هي جوانح كده صغيره، وفي معلقه سمنه برضو صغيره. وبعد كده بقى حطي فيها ملح وفلفل وهريسه شطه صغيره خالص، ومعلقه توم مفروم. تمام كده. وبعد كده بقى خلاص البصله بقت بالشكل ده والكوسه بقت بالشكل ده. بقى هتجيبي بقى الصينيه اللي انت هتحطها في الفرن، ايا كانت الصينيه اللي تعجبك اللي عندك الموجوده. وتقلبي بقى ايه البصل في الكوسه كده. اقسميه نصين، قسمت الكوسه نصين، نص هعمله كده كده في الارضيه كده، ونص هحط بعد ما احط اللحمه احطه كده. تمام اهي. سويها كويس قوي بقى كده. وبعد كده بقى ايه نكمل الوصفه الجميله دي. جميلة تحفة جميل اهي كده خلاص اهي. ده الطبقة الأولانية اللي هي الكوسة بالبصل. بعد كده هنجيب بقى اللحمة المفرومة معصجة. أنا ببقى معصجة عندي في الفريزر، وعملتها كتير أو في القناة بطريقة حلوة أو جميلة. تمام كده. دي لحمة بلدي. سويها بقى وفرديها على الكوسة كويس خالص لحد ما تحس انها الصينية كلها بقت لحمة كده. تحطي بقى الطبقة التانية اللي هي ايه الكوسة بقى، طبقة الكوسة التانية، عشان احنا قسمنا الكوسة نصين كده. تمام. سويها برضو كده وافرديها في الصينيه كلها باللحمه، يعني ايه، على اللحمه كده تفرديها خالص نفس الشكل ده كده. وبعد كده بقى ايه بقى ما عادش الا البشاميل. يلا بينا بنركن دي على جنب ونعمل في البشاميل بقى. تعالوا بقى نعمل البشاميل مع بعض، او البشاميل مع بعض. هنجيب بقى حله على النار، 4 معالق دقيق نفس الشكل ده كده منخولين في معلقه سمنه. وبعدين تقلبي كويس قوي 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 لحد ما تحسي بقى ان الدقيق كده ريحته طارت كده، وبدأ يدخن بقى، بدأ يديك اللون الذهبي الحلو كده، داخل على اللون الذهبي الحلو كده. تقوم حاطه اللبن بقى، حوالي نص لتر لبن. هو البشاميل اللي مبقاش تقيل اول حاجه، يعني لو عاوزه تقليه براحتك، يعني عشان تبقى خرطه كده، خرطه كوسه بالبشاميل كده زي خرطه المكرونه كده. هي في الاخر هتبقى كوسه بس طعمها جميل قوي، او جميله جدا جدا جدا. اللي ما بيحبش الكوسه فعلا هيحبها بالطريقه دي. هي مختلفة تماما عن الكوسة الطبيخ، يعني الكوسة اللي هي الايه اللي بنعملها بعصير الطماطم والبصل دي. تمام كده خلاص اهو. اللبن بقى حطينا اللبن اهو. اللبن يعني ايه هو دافي شوية، لكن هو يبقى بنفس الشكل ده بقى كده. هتسيبيه على النار كده لما ما يبقبق كده ويغلي كده ويطير ريحة الدقيق خالص. نطفي عليها بقى في الحلة دي بقى خلاص كده غلى. هنطفي عليه اهو كده. طفيت عليه بقى اهو. وبعدين هنحط اضافه بقى اللي هي ايه 3 اعواد قرنفل وملح وفلفل، تملحي البشاميل يعني. والقرنفل ده بقى بيدي الاكل نكهه جميله جدا جدا جدا. جربي في البشاميل بالذات، جربيه في البشاميل، حتى في بشاميل المكرونه برضو. هنيجي بقى نحط بقى ايه صينيه الكوسه دي، هنحط بقى البشاميل كله اهو كله. شايفين بقى بنفس السمك كده كده. لو عاوزاه بنفس السمك كده اعملي، لو عاوزه تخففي شويه حط شويه لبن او شوربه. افرديه برضو على الصينية خالص، في الصينية كلها كده لحد ما تداري الكوسة خالص كلها. تمام. بعد كده بقى ايه معلقة سمنة صغيرة فرط في وزعتها كده على الصينية من الوش عشان تدي لون حلو كده، وتحمر في الشواية وتدي لون حلو على البشاميل اللي هتشوفه دلوقتي. ودخليها الفرن بقى على اعلى درجة حرارة عندك، وطلعت من الفرن بالشكل التحفة ده بقى. جميلة قوي قوي قوي. شايفين من تحت شكلها ايه جميلة قوي. بس انا بس جربوها وهتعجبكم ان شاء الله، هتعجب ولادكم فعلا يعني. كفايه شكلها بس. شايفين بقى الخرطه شكلها ايه اهي، بلحمتها بكوستها ببصلتها بكل حاجه. طعمها تحفه اهي. فردتها لكم خالص، فردت الخرطه خالص ازاي. شوف الكوسه مستويه ازاي.
ولسه مدخنة لسه سخنة، يعني ممكن تطلع خرطة سليمة كده. تمام. هناكل معاها بقى ايه؟ رز ابيض او عيش او حاف. هي في منتهى الجمال في كلتا الحالات، حلوة قوي. جربوها تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوناش لو حد مر على قناة صدفة كده يحط لها لايك يا جماعة. والمسألة بقى ايه يعني؟ كده يعني مسألة حظ. تمام. شكرا لمتابعتكم الفيديو، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله لو لقيت تفاعل. يعني انتوا يعني هو